حبها وهي طفلة ومنعها تدخل الوسط الفني، وسابت الغنى عشان خاطره، وبعد أكتر من 20 سنة اتطلقوا. شكرا. وعايز اشكر أميرة مراتي. اتفاجئ الوسط الفني بخبر انفصال المذيع والممثل والمطرب أحمد فهمي عن زوجته أميرة فراج. انفصلوا رسميا بعد جواز استمر أكتر من 20 سنة. الإشاعات انتشرت عن أميرة وأحمد وخبر الانفصال، ولكن تم تأكيده من خلال أميرة نفسها لبرنامج ET بالعربي، وأكدت أميرة إن لسه ما بينهم كل الاحترام المتبادل وإن الانفصال حصل بهدوء. ولو أنت متابع معانا أخبار أحمد فهمي وأميرة فراج هتكون عارف إن دي مش أول مرة يتقال عليهم انفصل، وأنا بنفسي قلت ده كتير. فالسنة اللي فاتت وزي اليومين دول برضو أحمد فهمي وأميرة فراج عملوا لبعض أنفول، فاحنا خمنا ان في مشاكل ما بينهم. بس ساعتها احمد فهمي نفى الكلام بصوره غير مباشره ونزل صورته هو واميره وكتب عليها ومن شر حاسد اذا حسد، ووقتها الناس كلها عملت لي منش. بس بعد الصوره دي بقى الفولو رجع ما بينهم هما الاثنين، يعني كان فعلا في مشاكل، انا ما كدبتش. ولو هنتكلم عن قصه الحب الكبيره اللي ما بين احمد واميره فهم حكوها في اكتر من برنامج، واخرهم صاحبه السعاده. فهمي قال انه شافها اول مره وهي بتغني في كورال الاطفال في الاوبرا، واميره حكت انها كانت في فرقه المايسترو سليم سحاب وهي عندها 17 سنه، وفي بروفة حفله من حفلات اكتوبر بمناسبه الانتصار العظيم في حرب اكتوبر اتقابلوا هما الاثنين، ولاحظت ان هو كان بيبص لها كتير جدا، ومره في مره هما الاثنين حبوا بعض. شفتها فين؟ في الاوبرا بتغني في كورال الاطفال. اطفال؟ اميره اللي كان نفسها تكون مطربه ما حققتش الحلم ده، فأميرة وأحمد اتخطبوا لبعض لمدة 4 سنين، وبعدها على طول اتجوزوا وهي صغيرة جدا حوالي 19 سنة، وهوب خلفت ابنها الأول على طول. ومن قبل ما تعرف إنها حامل كانت فقدت والدتها، ومن كتر ما كانت مشغولة بابنها قررت إنها تبعد عن الغنى والوسط الفني وتشتغل بشهادتها في الإعلام كمراسلة. ولما بقى عندها وقت رجعت للغنى والفن تاني، ونافت تماما الكلام اللي بيتقال إن أحمد فهمي هو اللي كان منعها عن الغنى، وقالت إن القرار كان بإرادتها. وبعد شوية هنرجع للنقطة دي تاني أنا وأنت. المهم الناس اتصدمت من خبر الانفصال لأنهم كانوا لسه مع إسعاد يونس في برنامجها وبيحكوا عن قصة حبهم الطويلة والقوية. بس بالنسبة للنقطة اللي احنا لسه قايلينها من شوية إن أحمد فهمي كان مانع أمينة فراج من الغنى، تعالوا نتكلم عن الموضوع ده. من فترة أحمد فهمي اتعرض لهجوم شديد جدا من النساء بسبب تصريحات قالها في أحد البرامج، قال إنه ما يحبش إن مراته تدخل الوسط الفني، والناس شافوه أقمعها ومنعها إنها تغني، وش معنى أنت بتشتغل في الوسط ده؟ ثم تطلع أميرة وتحاول توضح وجهة نظره في برنامج الستات، لكن الحقيقة الهجوم كان عنيف جدا على أحمد فهمي. الحاجات دي كلها ما بتفرقش على فكرة يا جماعة أنا مش متعصبة خالص خالص خالص. لا خالص بجد. لا. والكلام اللي قاله ده كان في برنامج أنا مع الإعلامية سمر يوسف، واللي أميرة قالت فيها إنه بيغير عليها وبيمنعها من الغنى، والدنيا قامت عليه على تويتر وتعرض لهجوم شديد قوي. ساعتها أحمد فهمي اتفاجئ بالهجوم ده وقرر يرد لأول مرة وقال حياتي الشخصية وأنا حر فيها. لكن أميرة فراج دخلت وكتبت تويتة على تويتر ووضحت فيها الموضوع، وقالت إن البرنامج ما عرضش كلامها كامل، وده خلى الناس تفهم ان احمد بيمنعها من الغنى، لكنها وضحت في الحلقه انها رجعت تغني بعد ما ولادها كبروا، وان احمد بيدعمها وبيشارك معاها في حفلات بتغني فيها. بعد كده رجع احمد فهمي يراجع نفسه شويه في رده اللي قاله قبل كده، وكتب في تويتر انا بعتذر لاي معجب او معجبه عن الكلام اللي انا قلته بتاريخ 12 يناير في حلقه اون ان، واحب اوضح ان معظم المقاطع المتداوله دي ممنتجه وخارج سياق الحوار، وباكد ان كل المعجبين هم اساس نجاحي، واي راي سلبي او ايجابي انا مرحب بيه، واحب اتوجه بالشكر لاي شخص وجه لي نقد او كلام سيء عن هذه المقدمه. واحب اقول لكم واكد لكم انا واميره بنعيش قصه حب بقالنا كتير جدا وعايشين سعداء مع بعض، ويا رب 100 سنه وحب زياده. كل ده بقى غير انه طلع واعتذر في برنامج منى الشاذلي. انا برضو من خلال البرنامج بعتذر بجد للناس اللي فهمت الموضوع غلط. قرار الغياب وقرار العوده هقول لحضرتك محتاجة. قرار هي محتاجه هي كان في الدنيا مفهومه غلط. ومن خلال كلام احمد ومن خلال كلام اميره في كل اللقاءات اللي شفناهم فيها بيبقى في شويه مشاكل ما بينهم كده حسب كلامهم، واميره اعترفت ان المشاكل دي بتحصل بسبب عصبيه احمد وبسبب عندها هي كمان، وانهم في الغالب ما بيوصلوش لحل في وقت الخناق، وبرغم كده هم دايما بيبانوا قدام الناس كزوجين متفاهمين. فيلم منه عصبي، يعني كان ممكن يقعد يتخانق معايا في التليفون ساعه ونص بس. اما في لقائهم مع صاحبه السعاده اسعاد يونس فقال احمد فهمي ان علاقته باميره قايمه على الاحترام المتبادل، وقال رغم الخلافات احنا بنحترم بعض، هي شخصيه قويه وذكيه، بنتخانق بس بنعرف نحط حدود للنقاش، انا عصبي وهي دماغها ناشفه لكننا دايما بنتجنب الصدام. وانا عنيده بصراحه دماغي ناشفه، ما بحبش اتصادم معاه كمان. وزي ما ذكرت في البدايه احمد فهمي واميره فراج اتجوزوا في سن صغير جدا، وحسب لقائه مع جوسبس احمد فهمي كشف هو ليه اتجوز في سن 19 سنه. قال الجواز في سن صغير حلو، افتكر يعني بيخليك ما تعملش حاجه غلط، بس الزمن دلوقتي اتغير، انا كنت ولد وحيد على 5 بنات وكان نفسي اتجوز عشان اخلف ولد يبقى زي اخويا، ودلوقتي ابني عمر الكبير في الجامعه. وقال طبعا ابني براحته لو عايز يتجوز بدري، بس انا هنصحه انه ما يعملش كده لان الشخصيه بتتغير ووجهه نظره بتختلف تماما. بس جيت في لحظه كده قلت طب انا هسيب امي واخواتي ازاي؟
كم كان عمرك تقريبا؟ 16 مثلا. 16. وحكى أحمد فهمي في لقاءات كتير قبل كده كلام مؤثر جدا عن بداية حياته، وطبعا بتكلم عن حياته قبل الشهرة، وقد إيه عانى في حياته وقد إيه ما كانش معاه فلوس يشتري الحاجات اللي نفسه فيها. فحكى أحمد فهمي في خلال لقائه في برنامج كلامنا واعم وقال: من بعد وفاة أبويا أنا كنت لسه في الكونسرفتوار، وكان عندي طموح إني أدرس بره، وده عشان كنت بدرس موسيقى كلاسيكيه، وجالي فرصة سفر في أمريكا، بس فكرت في لحظة إزاي هسيب أمي وإخواتي، وكل ده وأنا 16 سنة. تشتغل مع مين يعني؟ ايوه يعني ايوه النايت كلاب عادي يعني. فانا كان بالنسبه لي دي يعني انا في دماغي ال 12 جنيه مش هقل عن 12 جنيه في فكرة إن أبويا كان عنده 5 بنات وأنا كمان كانت مسؤولية كبيرة جدا. ففي وقت معين لما كانت المدرسة بتطلب كشكولين، واحد للجغرافيا مثلا وواحد للتاريخ، كنت بطلب من أبويا واحد وأقسمه 2 علشان أوفر عليه. وحكى كمان في برنامج صاحبة السعادة إنه كان الولد وحيد على 5 بنات، وإن والده كان بيشتغل في نسخ النوت، وإنه كان خطه جميل جدا. ولما ظهرت موهبتي في العزف دخلت المعهد وابتديت أطور نفسي في الموسيقى وأكون مجتهد. وقتها كان نفسي أشتري جزمة وكان سعرها غالي عليا 25 جنيه وما اشتريتهاش. وبعدها كنت بشتغل عازف كمانجا مع أستاذ اسمه بهاء وباخد 12 جنيه في اليوم، وكنت بروح بيتنا ماشي. رجعت طبعا ساعتها بقى كان حته قريبه من الزمالك، فانا مشيت على كوبري قصر النيل والله العظيم زي الافلام وحياه ربنا. وبعدها اشتغلت عازف مع اوركسترا في كباريه، وكان كل همي في الحياه ال 12 جنيه. وبعدها سافرت كتير وخدت منح وقدمت عزف في حفله حضرها 20 شخص بس، فاحبطت شويه. وبعد كده جات لي انا واصحابي فكره وام. وبعيدا عن كل البؤس ده يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، دلوقتي احمد فهمي ممثل مذيع ومقدم برامج ومغني، مش عايزين نحسده يعني. لكن وسط كل النجاحات دي وخبر انفصاله هو وأميرة فراج، حب حياته اللي شاهدنا قصة حبهم الكبيرة والطويلة وكنا نظن ان هم مستقرين عاطفيا، مضايق الجمهور جدا اللي بيتمنوا انهم يرجعوا لبعض تاني وتكون مجرد زوبعة وتعدي.